عمركم سمعتوا او شفتوا ان في حد كده بيخلي الزبده؟ انا عن نفسي بصراحه ولا شفت ولا سمعت، بس لما جربت بنفسي عرفت. السلام عليكم. فيديو النهارده بقى كده مهم جدا، لان النهارده هنعمل فيه تخليل الزبده. ايوه زي ما سمعتوا كده معايا، تخليل الزبده مش سردين ابدا. السردين هنعمله النهارده بطريقه وخطوات هيطلع معاكي ناعم وطري زي الزبده، ريحته ولونه وطعمه احلى واجمل من المحلات بكتير. وكمان هنقول مع بعض كده في الفيديو على تريكات اول مره كده تعرفيها هتخليه يطلع معاكي كده لونه وردي بالشكل ده، وكمان مش هيكون ليه اي ريحه ولا اي زفاره خالص. من دلوقتي بقى كده جهزوا كده كميه من العيش، لان انتوا كده لو عملتوه بالطريقه دي مش هتبطلوا اكل فيه، وبالف هنا. نحط بقى كده لايك الجميل للفيديو، وكمان مشاركه لكل حبايبنا، والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. تعالوا بينا نبدا. هنسمي الله، واكيد بقى كده هيكون بطل وصفتنا النهارده هو السردين. معايا بقى هنا فضة خيركم كده كيلو من السردين البلدي الطازه الفريش بالشكل ده. بصوا بقى هنا معايا جمال ما شاء الله، السمكية معايا هنا بتلمع قد ايه، وده دليل ان السمكية بتاعتنا كده طازة وفريش ما شاء الله. السمك بقى يا جماعة او السردين بتاعنا كده، علشان هو سمكة حساسة جدا هنغسلها كده بطريقة بسيطة وسهلة. علشان ما ينفعش كده خالص ناخد السمك بتاعنا كده ده نحطه تحت الحنفية، لان كده زي ما كنا عارفين السمكية بتاعتنا حساسة جدا وبتتأثر كده او بتتبهدل جدا من المية لو فتحنا كده عليها حنفية مباشر. وعلشان بقى كان يغسله بالطريقه الصح والامان، كمان هنجيب كده بوله فاضيه ونضيف فيها كده كميه من ميه، ونبدا كده نشطف او نغسل السردين فيها بالطريقه البسيطه دي. يعني هنحاول كده نشطفه بطريقه كده بسيطه، ومش نضغط كده على السمك علشان ما تتبهدلش معانا. والميه بقى هنا يا جماعه كل ما يتغير لونها معانا هنغير الميه بتاعتنا لحد كده ما نخلص كل كميه السردين الموجوده معانا. بصوا معايا ما شاء الله الجمال، السردينه بتلمع قد ايه. يكون بقى كده جنبنا حاجه واسعه وضايفه بقى كده فيها كميه مناديل، علشان كل ما نطلع السردين او نشف السردين بتاعنا نضيفه فيها علشان السردين بتاعنا ينشف معانا تماما. اهم حاجه بقى في الخطوه دي او المرحله دي ان احنا مش عايزين في السردين بتاعنا ده ولا نقطه ميه، يعني عايزينه يكون معانا ناشف كويس جدا. وعلشان نتاكد ان السردين بتاعنا نشف معانا تماما بالشكل ده، هناخد بقى السردين بتاعنا ونجيب كده مروحه ونسلط عليه الهواء مباشر، ونسيبه بقى لحد ما نتاكد ان السردين بتاعنا نشف معانا بالظبط بالشكل ده، ونتاكد كده ان مفيش ولا نقطه ميه. اهم حاجه يا جماعه من عوامل نجاح السردين معاكي ان يكون معاكي ناشف جدا، يعني اثناء التخليل كده ما يكونش فيه ميه خالص. بصوا الجمال ده كده السردينه بتاعتي بعد ما نشفتها كويس جدا ناشفه جدا مفيهاش ولا ميه خالص، وكده جاهز معاكي ان انت كده تخلليه بكل امان. الخطوه الجايه او المرحله الجايه ان احنا كده نجهز الخلطه اللي هتدي للسردين بتاعك لون وطعم وريحه حلوه جدا. معايا بقى هنا بوله فاضيه هبدا اضيف فيها الملح بقى يا جماعه، هو المكون الاساسي كده لتخليل السردين، والاضافات التانية اللي انا هضيفها دي كده اختياري، حابه تضيفيها ماشي، مش حابه خلاص، بس هي بصراحه بتدي لون وطعم وريحه حلوه جدا للسردين. معايا 4 معالق كبار من الملح، هضيف عليهم معلقه كبيره من بابريكا، وكمان معلقه صغيره من الشطه، وكمان معلقه صغيره من الكركم. كل الاضافات الجميله دي مع الملح بتدي لون وطعم حلو جدا للسردين بعد التخليل. والملح يا جماعه هنا مظبوط جدا لكيلو سردين، يعني كل كيلو سردين بياخد كده 4 معالق كبار من ملح. حاول بقى ما تقلليش عن كده ولا تزودي عن كده، ده الملح المظبوط جدا لكيلو سردين، هيطلع مظبوط معاكي كده على الشعره. هنجيب بقى كده اي علبه فاضيه او اي كمان برطمان موجود عندك عشان نبدا كده نخلي فيه السردين او نحتفظ فيه السردين بعد ما نضيف ليه كده الخلطه الجميله بتاعتنا. انا استخدمت النهارده العلبه دي كده يا جماعه استخدام مره واحده، يعني بخلي فيها السردين وبعد ما كده استخدمها اتخلص منها. العلبه دي كده كويسه جدا، وكمان لو يكون موجود عندك برطمان استخدميه، بس هي بصراحه سهله، وكمان بعد ما تخلصي تخليل السردين بتستغنى عنها بكل سهوله، وكمان بتحافظ على السردين كويس جدا اثناء التخليل. هنجيب بقى كده العلبه بتاعتنا وابدا اضيف لها كده معلقه كده كبيره من الخلطه الجميله اللي احنا جهزناها مع بعض قبل شويه، وابدا اوزعها كده كويس جدا في العلبه بالشكل ده. بعد كده بقى هنجيب بقى كده السردين بتاعنا وابدا افتح كده الخياشيم وابدا اضيف ليه كده الخلطه. نحاول كده نضيف كده في الخياشيم بتاعتنا كده كل يعني كميه كده مناسبه من الخلطه، وهرص بقى كده السردين بتاعي بالشكل الجميل ده ما شاء الله. هعمل بقى كده كل كميه السردين الموجوده معايا كده بنفس الطريقه، وكمان هضيف ليه كده الرشه كده من الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض بعد ما اخلص بقى كده الكميه الموجوده معايا. بصوا هنا معايا الجمال، بعد ما رصينا السردين بتاعنا كله في العلبه بالشكل الجميل ده هبدا اضيف فيه كده شرايح من الليمون وكمان ورق من اللورا، بيدي طعم وريحه حلوه جدا للسردين بقى اثناء التخليل. وكمان هنضيف بقى هنا معايا نص كوبايه كده من الزيت. الزيت هنا يا جماعه بيعتبر كده ماده حافظه للسردين اثناء التخليل. بعد بقى ما كده ما ضفنا كل الاضافات الجميله دي كده على السردين، هنبدا بقى نقفل العلبه بتاعتنا كده كويس جدا. نتاكد بقى كده ان احنا قفلنا العلبه بتاعتنا كويس جدا عشان ما يدخلش ليها اي هوا خالص.
في الخطوه دي او المرحله دي نتاكد بقى كده ان احنا قفلنا العلبه بتاعتنا كويس جدا علشان الهواء كده ما يدخلهاش خالص. ولزيادة تأكيد أنا جبت كده الاسترتش ولفيت العلبة بتاعتي بالاسترتش بالشكل الجميل ده علشان أتأكد بقى كده إن الهواء مش هيدخل ليها خالص. وكمان لو موجود عندك أكياس تقدري كده تضيفيها ليها، الموجود عندك استخدميه. وده كده هيكون بقى شكل العلبة معانا. هنسيب بقى كده العلبة قد ايه؟ هنسيبها كده 3 ايام. ايوه يا جماعة زي ما سمعتوا معايا كده 3 ايام بالظبط، وهتاكلوا اطعم واحلى واجمل سردين. هما 3 ايام كفاية جدا لتخليل السردين علشان تاكلي طعم حلو جدا للسردين، ما تزوديش عن كده ابدا، علشان لو زودت عن كده هي ممكن ينشف منك، وكمان مش هيبقى الملح بتاعها هيكون معاكي بزيادة. هما 3 ايام كانوا كافيين جدا علشان السردين يطلع معاكي بالجمال ده ما شاء الله. بصوا هنا معايا يا جماعة زبدة، بجد والله زبدة مش سردين ابدا. وده بقى كده هيكون شكل السردين معايا بعد ما فتحت عليه 3 ايام. هما 3 ايام يا جماعة وده فتحت عليه ما شاء الله. بصوا بقى هنا معايا الجمال. حبيت بس اوريكم كده واحدة من فوق وواحدة من تحت علشان تشوفوا قد ايه هو كله طالع بنفس السوا ونفس الجمال ما شاء الله. في خطوة برضو كده مهمة او مرحلة مهمة جدا برضو اثناء التخليل في اثناء المدة بتاعته، ان احنا كده كل ما يعدي يوم على السردين بتاعك تقلبي العلبة او تقلبيها على الجنب التاني او الناحية التانية علشان السردين بتاعك كده يطلع كله بنفس اللون ونفس الطعم ونفس الطراوة. علشان طبعا لو سبتيه على جنب واحد هيطلع معاكي كده ناشف من فوق ومن تحت هيكون طري. لازم نقلب العلبة بتاعتنا كده كل يوم يعدي عليها مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده علشان تاخدي كده احلى نتيجة للتخليل. بعد ما يعدي بقى كده عليه 3 ايام هنفتح عليه هيكون معاكي بقى بالجمال ده كله ما شاء الله. بصراحة يا جماعة احلى واجمل طريقة تقدروا بقى تعملوا بقى السردين، ناجحة وبطريقة سهلة جدا. بصوا بقى هنا حبيت كده اوريكم كمان قريب السردينة ما شاء الله متماسكة قد ايه، وفي نفس الوقت كده من جوه زبدة خالص يا جماعة زبدة. لحظة بقى تنظيف السردين او تقشير السردين دي بقى كده يا جماعة لحظة ممتعة جدا. بصراحة انا كنت مستمتعة جدا وانا كده بقشره او بنضفه، حاسة كده ان انا ماسكة كده في ايدي قطعة من الزبدة مش سردين ابدا. بصوا بقى هنا معايا الجمال ما شاء الله، تحسي كده ان انت ماسكه كده قطعه من الزبده بجد. السردينه ما شاء الله طريه وما فيهاش اي ريحه خالص ولا اي زفاره، وكده كمان طالعه لونها وردي ما شاء الله. بصوا الجمال. طريقه تنظيفه يا جماعه اسهل ما يكون، مش بياخد وقت ولا مجهود خالص. بصوا بقى هنا معايا الجمال ناخد كده قطعه منه ما شاء الله. التوقيت ده بقى واللحظه دي بقى كده مش محتاجه غير العيش وبألف هنا. بصوا ما شاء الله ناعم قد ايه. تعالوا بقى كده نفتح واحدة مع بعض تاني او نقشر واحدة تاني مع بعض علشان نشوف قد ايه هو كله طالع بنفس الطريقة بنفس النقاوة ونفس الطراوة. بصوا الجمال. مجرد بس كده ما تشيلي الراس بتاعته كمان سلسلة الظهر بتنضف معاكي وبتبقى بالجمال ده ما شاء الله. سهلة جدا مش بتاخد وقت خالص ولا مجهود. ممكن في التوقيت ده كده تحتفظي بيه في التلاجة زي ما هو كده وطلعي منه وقت ما انت عايزة اثناء الاكل. بس بصراحة انا حبيت كده اقشره كله واحتفظ كده بيه في علبة، بيبقى اسهل معاكي وكمان بيقعد مدة اطول ما شاء الله. هقشر بقى كده او انضف كل كمية السردين اللي موجودة معايا كده بنفس الطريقة. هيكون بقى كده جنبي طبق فاضي وكل السردين بقى اللي بنضفها واقشرها هبدأ كده ارص فيه. وده كده هيكون شكل السردين معايا بقى كده بعد ما نضفت كله وقشرت كله ما شاء الله. بصوا بقى هنا معايا الجمال، اللون طالع وردي معانا قد ايه. ده غير بقى كده الطعم وريحة مش قادرة اقولكم كانت عاملة ازاي. هو اصلا ولا اي ريحة ولا اي زفارة خالص، بس طعمه هايل جدا. بصوا بقى هنا معانا طالع معانا طري وناعم قد ايه. مجرد بس كده ما تضغطوا عليه كده بصبعكم بيتقطع معاكم كده بكل سهولة. بجد يا جماعة دي من أجمل وأروع الطرق اللي ممكن تعملوا بيها كده تخليل السردين. سهلة وبسيطة وخطواتها مش كتير والنتيجة بتاعتها ما شاء الله ممتازة جدا. والأهم بقى كده من كل ده كمان إن هو طعمه بيطلع حلو جدا وكمان لونه وردي بالشكل الجميل ده، وغير كده كمان ملهوش أي ريحة ولا أي زفارة خالص. جربوه بقى كده بالطريقة دي وهيعجبكم جدا. ناخد بقى كده الكمية اللي احنا كده هناكلها النهاردة مثلا ونضيف ليها كده الليمون والطحينة وبألف هنا، والكمية الباقية بقى كده نحتفظ كده بيها في التلاجة. بس طبعا لما نحتفظ بيها في التلاجة ما نضيفش ليها اي ليمون خالص، لان الليمون يا جماعة كده بيغير لونه وطعمه. الكمية الباقية بقى كده انا هحتفظ بيها في التلاجة. هجيب بقى كده اي علبة او اي برطمان موجود عندي وابدأ اضيف له كده معلقتين كده كبار من الزيت. وبعد كده بقى هبدأ ارص كده السردين بتاعي بالشكل ده.
هنبدا بقى كده نرص كده كل كميه السردين اللي موجوده معانا كده فوق بعض بالشكل ده. بعد ما نضيف بقى كده السردين اللي موجود معانا كده في العلبه بالشكل البسيط ده، هضيف لها كده حوالي ربع كوبايه كده من الزيت. الزيت هنا يا جماعه بيعتبر ماده كده حافظه للسردين، بيحافظ عليه كده وقت حفظه في التلاجة. وبعد كده بقى اطلعها منه كده وبألف هنا ما شاء الله. وبكده كنا عملنا مع بعض النهارده اجمل واروع واسهل طريقه لتخليل السردين. طريقته سهله جدا والنتيجه بتاعته ممتازه جدا. يلا بقى كده بسرعه جربوه بنفس الطريقه بنفس الخطوات وان شاء الله هيعجبكم. هسيب بقى ليكم كده كل مكونات او خطوات الوصفه مكتوبه في الوصفه تحت الفيديو، وهنا والشفا مقدمه لكل يجربها. كده فيديو النهارده يكون خلص معاكم. اتمنى بجد فيديو النهارده وصفه النهارده يكون عجبتكم واستفدتوا منها. لايك وشير بقى كده كل حبايبكم، وكمان الاشتراك في القناه لسه مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.